جواد جميل لو باقي شاعر لربما الآن أمام شاعر كبير وصف نفسه هو في يوم من الأيام ومن على القاعة الرئيسية لمكتب الثقافة والإعلام لحزب البعث السوري، وصف نفسه بنبي الشعراء. للتاريخ لو باقين شعراء أفضل مما خسرناهم كسياسيين. للتاريخ جواد الجميل ماذا قال؟ ليتفضل الأستاذ الشاعر جواد جميل إلى المنصة الرئيسية. واعترف أنك الذي اكتشف النهر وغنى لكي يغني النخيل، فالقوافي فرسانها انتحرت فيها وجنت من البكاء الخيول، فترجل عن صهوة الحرب أتعبت مواويله وبح الصهيل، وأنا ذلك المسمر فوق الصمت ماذا أخفي وماذا أقول، وأنا ذلك المسمر فوق الصمت ماذا أخفي وماذا أقول. حدقوا هل ترون غير نبي السكاكين خلفه والنصول، حدقوا هل ترون غير نبي السكاكين خلفه والنصول. نبي الشعراء جواد جميل من على قاعة المكتب الرئيسي للثقافة والإعلام في حزب البعث السوري في إحدى قصائده التي وصف نفسه بها بنبي الشعراء.